السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الجرامر الخاص بالوحدة الأولى. طبعا الجرامر الخاص بالوحدة الأولى يا أولاد بيتكلم عن زمن الماضي البسيط. هنشرحه النهاردة إن شاء الله مع بعض بشكل مبسط ولذيذ من كتاب جيم الأضواء اللي طبعا بيقدم لنا الشرح بشكل مبسط جدا، وجايب لنا شوية أسئلة وشوية حاجات لذيذة على زمن الماضي البسيط تخلينا نفهمه بشكل كويس وما يكونش عندنا أي مشكلة فيه. فيا ريت قبل ما نبتدي الناس كلها ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا يا ريت الناس كلها تصلي على النبي، ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. طبعا يا اولاد زمن الماضي البسيط من الازمنه اللي بتدل على الماضي، يبقى احنا في البدايه هنتكلم عن زمن الماضي البسيط. ده زمن طبعا بيتكلم عن الاشياء اللي بتحصل في الماضي. في البدايه قبل ما اكون او قبل ما هتكلم عن الزمن لازم اكون عارف شويه نقط معينه في اي زمن في الانجليش، علشان طبعا اقدر ان انا اعرف الزمن ده بيتكلم عن ايه وباستخدامه بيكون في ايه، وايه الاستخدامات والاشياء اللي انا هستخدمه فيها. في البداية أي زمن من الأزمنة لازم يكون يوجد فيه طبعًا زي ما اتفقنا قبل كده لازم يكون فيه 4 حاجات. إيه هم ال4 حاجات دول يا مستر؟ ال4 حاجات دول في البداية رقم 1 لازم أكون عارف التكوين، فلازم رقم 1 أكون عارف التكوين. رقم 2 لازم أكون عارف الاستخدام، يبقى عندي هنا الاستخدام والتكوين. رقم 3 لازم أكون عارف النفي. ورقم 4 النهاية آخر حاجة لازم أكون عارف السؤال وحاجة اسمها الكلمات الدالة، حاجة اسمها الكلمات إيه يا أولاد؟ الكلمات الدالة. يبقى أنا هاعرف التكوين وبعد كده الاستخدام وبعد كده النفي، وطبعًا عندنا السؤال والكلمات الدالة الخاصة بالزمن. تمام، يالّا بسم الله نبتدي كده ونشوف. طبعًا زمن الماضي البسيط هنا بيقول لي في الاستخدام في البداية أول حاجة جايبها لي، بيقول لي إن إحنا بنستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن أحداث بدأت وانتهت في الماضي. يبقى حلو أوي الكلام ده، زمن الماضي البسيط أنا باستخدمه عشان أعبّر عن أحداث وأشياء حصلت في زمن الماضي وانتهت، يعني حاجة ما حصلتش ولسه مكملة، لأ حاجة حصلت وخلصت وانتهت في الماضي. يبقى في البداية لازم أكون عارفها إن زمن الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن أحداث بدأت وانتهت فين؟ في الماضي. تمام. نخش على بعد كده التكوين اللي هو طبعًا الform. زمن الماضي البسيط يا أولاد من الأزمنة السهلة جدًا اللي محتاج مننا بس شوية تركيز بسيط، وإن شاء الله هنقدر نفهمه بشكل كويس. في البداية عندنا في التكوين عندنا فيه حاجتين، عندنا طبعًا أول حاجة اللي هي الإثبات طبعًا اللي هي الaffirmate، وطبعًا عندنا الnegative طبعًا اللي هو النفي. نشوف الإثبات الأول اللي هي الجملة بتكون مثبتة ما فيش فيها نفي. يعني إيه مثلًا التكوين الماضي البسيط في حالة الإثبات؟ الماضي البسيط يا أولاد في حالة الإثبات بيتكوّن من الsubject اللي هو طبعًا الفاعل، زائد التصريف التاني للفعل، بيتكوّن من الفاعل زائد التصريف التاني للفعل. طيب يا مستر يعني إيه التصريف التاني للفعل؟ الفاعل ده أنا عارفه، الفاعل ده يا إما طبعًا بيكون يا إما اسم، يا إما هيكون طبعًا زي ما إحنا عارفين اللي هو ضمير، اللي هم I وhe وshe وit وwe وyou وthey. طيب إيه هو بقى التصريف التاني للفعل؟ التصريف التاني للفعل يا أولاد يعني أنا عندي نوعين من الأفعال، عندي حاجة اسمها فعل منتظم وعندي حاجة اسمها فعل غير منتظم. الفعل المنتظم ده علشان أحوّله لماضي طبعًا زي ما إحنا عارفين وقُلناها قبل كده وشرحناها في السنين اللي فاتت، لازم طبعًا إن أنا بازوّد له الed. طيب الفعل الغير منتظم يا مستر، الفعل الغير منتظم ده اسمه بيُحفظ كما هو. يعني إيه فعل بيُحفظ كما هو؟ يعني هو الفعل جاي لنا بالمنظر ده أنا باحفظه على شكله، يعني أنا باعرف الأصل منه وباعرف الماضي منه. زي إيه مثلًا؟ زي مثلًا عندي كلمة زي كلمة go، طبعًا كلمة go الماضي بتاعها كلمة went. عندي مثلًا كلمة زي كلمة اللي هو جايبها لي هنا مثلًا root دي الماضي بتاع كلمة write يكتب. عندي كلمة زي كلمة drink الماضي بتاعها drank. عندي كلمة زي كلمة see الماضي بتاعها saw. دي كلها أفعال غير منتظمة. طيب الفعل المنتظم طبعًا إحنا عارفينه فعل سهل جدًا وبسيط وما فيش فيه أي مشكلة، اللي هو طبعًا الفعل بيكون عندي زي ما هو، كل اللي عليّا إن أنا باعمل إيه يا أولاد، إن أنا بازوّد للفعل ed، إن أنا بازوّد للفعل ed. زي الجملة اللي هو جايبها لي هنا بيقول لي I helped out يعني أنا باساعد my families يعني عائلتي في الworkshop اللي هو عمل المحل yesterday يعني بالأمس. تمام، يبقى دي جملة فعل منتظم. طيب في الفعل الغير منتظم هنا بيقول لي أهو last Monday يعني يوم الاثنين اللي فات، مازن ده الفاعل، wrote كتب إيه؟ كتب stories قصص using I، طبعًا using I يعني باستخدام طبعًا الذكاء الاصطناعي. تمام، عرفنا التكوين في الإثبات، نخش بعد كده على النفي.
دلوقتي أنا لو عايز أنفي جملة في زمن الماضي البسيط وعايز أقول مثلًا إن الجملة دي أو الشيء ده مثلًا في الجملة ما حصلش، هاعمل إيه؟ في البداية هنجيب زي ما متعودين خلاص أنا عرفت إن التكوين في البداية لازم في أي حاجة هابتدي بالفاعل، يبقى أنا في أول حاجة هاعملها هاجيب الإيه؟ الفاعل. طيب رقم 2 يا مستر، رقم 2 هاجيب كلمة اسمها didn't، كلمة اسمها يا أولاد كلمة اسمها didn't. didn't في الأصل بمعنى إيه؟ didn't في الأصل بمعنى لا. يبقى أنا هاقول الفاعل لا زائد فعل فين؟ في المصدر، يبقى أنا لمّا هانفي لازم أجيب وراه فعل فين؟ في المصدر، مش هاجيب بقى فعل في التصريف التاني. طيب ناخد مثلًا مثال عندي جملة زي دي، بيقول إيه؟ بيقول لي she didn't travel يعني هي لم تسافر to مرسى مطروح، لمرسى مطروح last night الليلة الماضية. طيب دلوقتي يا مستر أنا لو ما كانش في عندي كلمة didn't يعني didn't دي مش موجودة، كلمة travel هاسيبها زي ما هي؟ لأ، كنت هازود لها ed لإن أنا هنا باتكلم في الماضي. طيب أنا خليتها في المصدر ليه؟ لإن في عندي نفي، وطالما في نفي يبقى بارجّع الفعل لأصله وباخليه فعل في المصدر. نشوف الجملة التانية مثلًا، هنا بيقول لي my father يعني والدي didn't feel happy يعني والدي لم يشعر بالسعادة at the party في الحفلة yesterday يعني بالأمس، نفس الكلام كلمة feel دي طبعًا فعل في المصدر، لو أنا عايز أجيب الماضي منه طبعًا هتبقى felt بس هنا أنا جبتها في المصدر لإن عندي طبعًا كلمة didn't لازم ييجي وراها فعل في المصدر. يبقى هنراجع على التكوين تاني، التكوين في الإثبات في حالة الإثبات بيتكون من فاعل زائد فعل في التصريف التاني. فعل في التصريف التاني أنا عندي نوعين من الأفعال، منتظم وغير منتظم. طيب في النفي عندي فاعل زائد didn't زائد فعل في المصدر، كلام سهل جدًا وبسيط. تعالَ نخش على اللي بعد كده طبعًا عندي اللي هو الquestion اللي هو السؤال، بس قبل ما نخش على السؤال هنحل طبعًا شوية exercise أو هنحل التمرينين دول على التكوين عندي. أول واحدة هنا بيقول لي last year يعني العام الماضي أنا إيه visit my cousins يعني أنا زُرت ولاد عمي in London في مدينة لندن. الجملة دي في زمن إيه يا مستر؟ الجملة دي بيقول لي last year يعني السنة الماضية، يبقى ده فعل في التصريف التاني، زمن جملة في الماضي البسيط، وطالما جملة في الماضي البسيط يبقى الفعل اللي قدامي ده لازم إن أنا أخلّيه في التصريف التاني. طيب كلمة visit الأول ده فعل منتظم والّا غير منتظم؟ ده فعل منتظم، يبقى طبعًا لازم إن أنا أزوّد له ed يبقى أنا هاقول إن الإجابة الصحيحة هتكون visited بوجود last الدالة طبعًا على زمن الماضي البسيط. طيب نشوف رقم 2، رقم 2 بيقول we نحن not وجايب لي كلمة use بعديها. طيب هنا بيقول لي the computer yesterday يعني عاوز يقول إحنا ما استخدمناش جهاز الكمبيوتر yesterday يعني بالأمس. طيب الجملة دي في إيه؟ هنا قال لي yesterday بالأمس يا مستر يبقى دي جملة في الماضي البسيط، برافو. طيب جملة في الماضي البسيط يبقى أنا هانفي بإيه؟ شطار. أنا في عندي فعل أساسي أهو اللي هو كلمة use يبقى هانفي باستخدام كلمة didn't. تمام، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون طبعًا didn't use طبعًا لوجود كلمة yesterday اللي هي معناها بالأمس، الدالة على زمن طبعًا الماضي البسيط. نخش بعد كده على الquestion أو على السؤال، تكوين السؤال في الماضي البسيط. الماضي البسيط يا ولاد ليه طريقة للسؤال بيتكوّن طبعًا فيها طبعًا إحنا عارفين في العادي عندنا إن أي زمن من الأزمنة بيتكوّن من طريقتين للسؤال، سؤال طبعًا بفعل مساعد وسؤال بأداة استفهام. طيب السؤال اللي بفعل مساعد هيبتدي بإيه في الماضي البسيط يا مستر؟ هيبتدي بكلمة did هيبتدي بكلمة إيه يا ولاد؟ هيبتدي بكلمة did وهييجي وراه إيه؟ هييجي وراه طبعًا الفاعل وبعدين طبعًا وراه الفعل في الinfinitive أو الفعل في المصدر. تمام، ناخد مثلًا عندنا مثال. عندنا سؤال زي ده مثلًا بيقول did you see يعني هل رأيت the last match يعني بيقول له أنت شُفت الماتش الأخير ده والّا لأ؟ طيب في حاجة يا أولاد حابين نقولها قبل ما نشوف الإجابة، أي سؤال بادئ بفعل مساعد، أي سؤال عندي بادئ بفعل مساعد إجابته هتكون بحاجة من الاتنين، يا إما طبعًا بyes يا إما طبعًا بكلمة no. أي سؤال بادئ بفعل مساعد إجابته يا إما هتبقى بyes يا إما هتبقى بإيه يا أولاد؟ هتبقى بno. طيب هنا في الإجابة قال لي يا إما هاقول yes I did أيوه أنا اتفرّجت على الماتش أو هاقول no I didn't يعني أنا لم أشاهد المباراة. كلام صعب ولا أي حاجة، نكمّل بعد كده. طبعًا ده السؤال اللي هو بمعنى هل، السؤال اللي بفعل مساعد اللي بتكون إجابته طبعًا بيس أو no. نخش بعد كده على الWH question اللي هو طبعًا السؤال اللي بأداة إيه يا أولاد؟ اللي بأداة استفهام. طيب إيه اللي عليّا يا مستر أو إيه اللي أنا هازوّده؟ كل اللي أنا هازوّده إن أنا هازوّد الquestion word أو أداة الاستفهام وبعدين طبعًا هاجيبها قدّام وهاجيب وراها الفعل المساعد وبعدين هاجيب وراها الفاعل وبعدين الفعل فين؟ الفعل في المصدر. تمام، نشوف التكوين أو نشوف مثال، عندنا مثلًا سؤال زي ده بيقول where did علي يعني أين علي go yesterday أين ذهب علي بالأمس؟ تمام، السؤال اللي بأداة استفهام ده أنا هاجاوب عليه على حسب السؤال، يعني أنا لو قُلت لك أين ذهب علي أنت هتقول لي مثلًا ذهب للنادي، ذهب لحديقة الحيوان، ذهب للمنزل، أيًا كان، خلاص؟ إنما لو السؤال بهل يعني سؤال بادئ بdid هاجاوب يا إما بيس يا إما بno.
هنا مثلًا هو قام قال إيه، قال he went يعني هو ذهب to the zoo لحديقة الحيوان yesterday يعني بالأمس. تمام، كلام جميل. نخش بعد كده ونشوف عندنا إيه تاني بعد السؤال. عندنا بعد كده حاجة اسمها الkeywords، حاجة اسمها يا ولاد عندي حاجة اسمها الkeywords أو الكلمات الدالة، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدًا في زمن الماضي البسيط. طيب يعني إيه كلمة دالة يا مستر؟ كلمة دالة من اسمها، يعني كلمة بتدلني على زمن الجملة، وكل زمن من الأزمنة يا ولاد ليه حاجة خاصة بيه أو ليه كلمات دالة خاصة بيه. يعني مثلًا عندنا زمن زي اللي إحنا بنشرحه دلوقتي اللي هو الماضي البسيط، عندي فيه كلمات دالة زي أول كلمة معايا هنا كلمة yesterday بالأمس، عندي كلمة الماضي يعني last وبييجي وراها طبعًا زي كلمة last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year السنة الماضية. عندي كلمة زي كلمة ago اللي هي بمعنى منذ، عندي كلمة بمعنى كلمة in the past يعني في الماضي، عندي كلمة زي كلمة in زائد أي سنة ماضية، خلاص؟ يعني لو عايز أقول مثلًا in في عام 2010 يعني في عام 20 أو 2010 حصل كذا، كذا، طبعًا دي جملة برضه في زمن الماضي. نشوف أمثلة، هنا بيقول لي I watched a nice film yesterday يعني أنا شاهدت فيلم لطيف yesterday بالأمس، يبقى دي كده جملة في الماضي. تانية we went to إحنا ذهبنا إلى أليكس الإسكندرية طبعًا last month الشهر الماضي. رقم 3 two weeks ago يعني من أسبوعين فاتوا I volunteered أنا تطوعت in a children's hospital في مستشفى للأطفال، برضه جملة في الماضي. Number 4 my father والدي اشترى لنا this car العربية دي in في عام طبعًا 2010 برضه تبقى جملة في زمن الماضي. نشوف هنا عندنا exercise هنا أول واحدة بيقول when did you يعني متى أنت إيه وجايب لي كلمة bought طبعًا ده الماضي بتاع كلمة إيه شطار، الماضي بتاع كلمة buy اللي هي طبعًا يشتري. يبقى هنا بيقول له when did you bought this dress يعني بيسأله عن الميعاد اللي هو أو الأيام الوقت اللي اشترى فيه الفستان ده يا لميا، طبعًا هنا بيسأل بنت اسمها لميا. طيب إيه الخطأ اللي عندنا يا مستر؟ الخطأ عندنا إن ده سؤال في الماضي البسيط، وطالما سؤال في الماضي البسيط يبقى أنا يا أولاد لازم إن أنا أجيب فعل في المصدر أو في الinfinitive. يبقى أنا هاجيب المصدر من كلمة boat هتبقى طبعًا كلمة buy، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى buy لوجود did اللي بييجي وراها طبعًا فعل في المصدر. رقم 2 جايب لي جملة بادئة بكلمة next يعني التالي، طبعًا next يعني التالي يعني حاجة لسه هتحصل، تمام؟ نشوف بيقول إيه، بيقول I visited أنا زُرت باريس مدينة باريس and روما وطبعًا ومدينة روما. طيب هنا هو بيقول I visited أنا زُرت، يبقى دي جملة في الماضي، يبقى ما ينفعش أبدأ بnext أومال أبدأ بإيه؟ شطار، أبدأ أكيد بكلمة last طبعًا الدالة على زمن الماضي البسيط. نشوف بقى آخر حاجة معانا في زمن الماضي البسيط، عندنا طبعًا الverb to be، الverb to be اللي هو الفعل المساعد أو الفعل يكون اللي موجود في زمن الماضي البسيط. طيب أنا إمتى أستخدم الverb to be في زمن الماضي البسيط يا مستر؟ إحنا يا أولاد في قاعدة عندنا ثابتة إن إحنا بنستخدم الverb to be أو الفعل المساعد عندنا اللي هو بمعنى يكون، اللي هو بمعنى إيه؟ اللي هو بمعنى يكون في زمن الماضي البسيط لمّا بيكون ما عندناش في الجملة فعل أساسي، لمّا يكون ما عندناش في الجملة فعل إيه يا أولاد؟ فعل أساسي، يبقى هنا وقتها هاستخدم الفعل المساعد، اللي هو بيكون إيه يا مستر؟ اللي هو بيكون كلمة was في حالة المفرد وبيكون were في حالة الجمع. طيب يعني إيه was ويعني إيه were؟ كلمة was يا أولاد بمعنى كان، was بمعنى إيه؟ was بمعنى كان، طب وwere؟ were بمعنى كانوا، خلاص؟ طيب الكلام ده بييجي مع مين؟ was بتيجي مع مين؟ was بتيجي مع I وبتيجي مع he وshe وبتيجي مع it، تمام؟ يعني لو قُلت جملة زي دي I was busy بمعنى إيه؟ بمعنى أنا كنت مشغول. جملة تانية زي he was worried يعني هو كان قلق. she was a worker هي كانت تعمل. it was a noisy هي كانت مشغولة، خلاص؟ أو كانت مصاخبة أو مزعجة، خلاص؟ يبقى was بمعنى كان we were بمعنى كانوا. طيب لو عايز أنفيهم يا مستر، لو عايز أنفيهم هانفي كلمة was بwasn't بمعنى لم يكن وweren't نفيها طبعًا لم يكونوا، تمام؟ نفس الكلام، يعني لو قُلت جملة زي دي he wasn't worried يعني هو ما كانش قلق. she wasn't noisy هي ما كانتش مزعجة، خلاص فهمناها؟ نخش على weren't نفس الكلام. we weren't quiet إحنا ما كناش هاديين. we weren't at school إحنا ما كناش في المدرسة، تمام؟ يبقى أنا باستخدم was أو were في حالة لو ما كانش عندي في الجملة فعل أساسي، ما فيش عندي فعل أساسي في الجملة باستخدم was أو were. was وwere طبعًا في حالة الإثبات، و wasn't وweren't يا ولاد في حالة النفي. في برضه عندي الquestion لو أنا عاوز أعمل سؤال على هل، سؤال على هل بيس أو no.
قال لك إن إحنا ممكن نستخدم جملة زي دي بتقول إيه، بتقول they were worried يعني هم كانوا قلقين. طيب أنا لو عايز أعمل على الجملة دي سؤال، هاعمل إيه؟ كل اللي عليّا إن أنا هاقدّم الفعل المساعد ده قدّام، وبقت ده سؤال بمعنى هل. يعني هنا مثلًا قال إيه، بيقول لي were they worried يعني هل هم كانوا قلقين؟ وهنا طبعًا هاجاوب عنه برضه بنفس الكلام اللي قُلناه قبل كده، طالما هو سؤال بهل هاجاوب عنه بإجابتين، يا إما طبعًا هاجاوب بyes أو هاجاوب بno. تمام يا ولاد؟ تمام. نشوف هنا مثلًا جملة زي دي برضه بيقول he was at the cinema يعني هو كان في السينما. طيب عايز أعمل سؤال هاعمل إيه؟ هنقدّم برضه was قدّام، يبقى هاقوم قايل إيه؟ هاقول was he at the cinema يعني هل هو كان في السينما والّا لأ؟ يا إما هاقول برضه يا إما yes يا إما برضه هاقول no. يبقى تاني هنراجع أهم النقط اللي إحنا شرحناها النهارده. زمان الماضي البسيط يا أولاد بيستخدم للحديث عن أشياء حدثت وانتهت فين؟ في الماضي. طيب بيتكوّن من إيه يا مستر؟ بيتكوّن من فاعل زائد فعل في التصريف التاني. تمام، كلام جميل. إيه تاني؟ بعد ما شُفنا التكوين خدنا النفي، بيتكوّن من إيه يا ولاد النفي؟ من فاعل زائد didn't زائد فعل في المصدر. طيب حلو، خدنا إيه بعد كده؟ خدنا السؤال، عندنا طريقتين للسؤال، سؤال بهل وسؤال بأداة استفهام. طيب السؤال اللي بهل باسأل بإيه؟ باسأل بكلمة did وبييجي وراها فاعل وبعدين فعل في المصدر. طيب لو عايز أعمل سؤال بأداة استفهام، هاقدّم أداة الاستفهام قدّام وبعدين ييجي وراها did وبعدين الفاعل وبعدين فعل في المصدر. طيب آخر حاجة شرحناها خدنا بعد كده الverb to be اللي هو الفعل المساعد في الماضي، وقُلنا إن إحنا بنستخدمه في حالة لو ما فيش عندنا في الجملة فعل أساسي. باستخدم طبعًا was بمعنى كان وwere بمعنى كانوا وwasn't بمعنى لم يكن وweren't بمعنى لم يكن. تمام؟ كده طبعًا يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، وأتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.